اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا فيها اليوم. ولامس هبط لكم فيديو حضرنا فيه حاجات متاع لومش صغار ولا فطور الصباح. عملنا البسكوي حطيناه في الكونجيلاتور هكا كل نهار نمدو نطيبوا منه. اللي ما شافش الفيديو شوف الفيديو قبل بنهار من الفيديو هذا. وعملت معاكم العجينة المورقة، ما قلت لكم نهارين اخرين هبطها لكم خاطر ما حبيتش في نفس الفيديو باش ما يكونش طويل. باليوم البنات باش نحضروا مع بعضنا العجينة المورقة. تقريبا عندي 3 سنين نخدم فيها في القناة ونفس الروسيت نستعمل فيها. يمكن تختلف شوية في كل طويان اكاهو، اما هي نفس الروسيت خاطر هذيك الروسيت الوحيدة اللي عجبتني. جربت برشا ما هذه الوحيدة اللي حسيتها بالحق هيك بنينة وطعمة المرجرين فيها ما نحكي لكمش. بايلهني البنات حطيت على باش نعمل طل زبدة توريق. على 500 جرام زبدة توريق عنا كيلو فارينة، 20 جرام تاع خميرة خبز، زوز بيضات، بالطبيعة شوية ملح، 14 مغرفة سكر، كاس حليب، كاس ماء، 10 مغارف متاع زيت. هذم هما المكونات اللي باش نعملو بيهم. فما شكون يحط العسل، فما شكون اللي يحط الخل، فما كل واحد والطريقة متاعه كل واحد كيفاش يحب يخدمها. يعني خديت البنات كاس متاع حليب وخديت كاس متاع ماء دافي، حطيت باكو خميرة كامل وحطيت 14 مغرفة متاع سكر. اني نقصت شوية خاطر عندي سكر محور ما عنديش سكر الاخر، مش مشكل. وتوا البنات باش ناخذوا 10 مغارف متاع زيت نباتي. اني كاتبه الروسيت كما شفتها هذيك اللي ما بدلهاش. كان ترجعوا الفيديوهات اكتبوا كرواسون يوميات ام تونسيه تطلع لكم الروسيت. عندها تقريبا 3 سنين في القناه عندي. خديت 10 مغارف البنات متاع زيت، نخلطهم الكل مع بعضهم حتى لينك الخميره هكا ذوب شويه معناه وتتفاعل مع الماء الدافي. باش نضيفوا توا الفرينه العظم قبل الفرينة بالطبيعة. ما ننساوش البنات رشة صغيرة متاع ملح باش توازن لنا الخليط. مش رشة صغيرة لو البنات ردوا بالكم هكاك تغلطوا الغلطة متاع الملح تجيكم ماسطة 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 على الاخر. لازم تحطوا مش رشة اما تقريبا هكاك زوز مغارف صغار متاع ملح باش تجيكم بنينة. وما تنساوش انه احنا باش نعملو حسب تقريب كيلو ونص متاع عجينة. يعني كيلو فرينة مع 500 جرام زبدة مع بعضهم كي من بعد توزنهم تلقاهم تقريب كيلو ونص. يعني ما شاء الله كمية كبيرة. لازم تحط كمية باهية متاع ملح. كان قص الملح راهي تجي ماسطة. مرة فما مرة حطيت رشة صغيرة طلعت لي ما نحكي لكم مش معجبتنيش جملة. باهي حطيت البنات زوز بيضات وكاهو باش نخلط المكونات. توا تقريبا حطيت كل شيء ما فماش ما اسهل منها البنات. والله كلمة بالحق معناها ننصحكم انتم كي باش تعملوا كرواسون انتم باش تعملوا فما زبدة فما توريق فما فرينة وكل. في عوض ما تعملوا الكرواسون اللي يبدا من غير زبدة توريق اني ديجا قبلها نعمل فيه. راه والله يا البنات قد ما تعمل وقد ما تحط وقد ما تعجن وقد بيجيكمش كيما الكرواسون اللي يبدا مخدوم بالزبدة يبدا فيه هيك التوريقة. راه باللي باش تعمل صحيح يجي بنين وكل. اما ريتو كرواسون هذايا حتى كيف في بيت يقعد كيف ما هو. ريحته بركة هيك تحسها في الدار ما نحكي لكم مش والله ما شاء الله ريحته تهبل. تحسها باتشيري هيك خاصة تتصوروا انتم هيك تفز الصباح. خاطر انتي ديما كرواسون تحضرهم في الليل تفز الصباح مع الفجر تبدأ الدنيا هيك ظلمة شوية. يعني النهار بدي يطلع ريحتك الكرواسون فايحة في الدار كل ما نحكي لكم مش سبحان الله. فما احساس يعطي فما طاقة فما حاجة تبدلك نهارك الكل. والله نبدا عامله جو كي نبدا عندي حاجه باش نطيبها الصباح بكري نبدا عامله جو تلقاها هكا الدنيا يعني ناس الكل راقدين الدنيا هاديه واني نحضر في حاجه هيك لفطور الصباح. نبدا في قمه السعاده بالنسبه لي. حصيلو قلت لكم يعني التعب اللي باش تتعبوه المكونات اللي باش تخسروهم على كرواسون من غير زبدة توريق وما غير الزيتاب هذوما باش تعملك العجينة. انا عملتها معاكم عملت معاكم كرواسون من غير زبدة تذكروه ولا؟ جايب لي نسبة مشاهدة كبيرة كبيرة على الاخر وقت في بريود الكورونا. اما صحيح باهي اما تعرفوا
مرة ينجح، الناس تنجح لهم، ناس ما تنجح لهمش. تحسوا هكاك ما فيش هيك الطعمة البنينة هذيك. الكرواسون متسمية على الزبدة وكالريحة الفايحة اللي فيه. والله العظيم اللي هذه نصيحتي ليكم. ما هيش غالية زبدة التوريق جملة، تقريبا تطلع لكم هذيك الرطل تطلع حاصين انتم احسبوا 15 دينار على 4، يعني 2 كيلو ب15 دينار. ال2 كيلو هكما متاع الزبدة قسمتهم على 4. كل مرة نستعمل رطل منها، رطل تعمل لي كيلو فارينة. فهمتوا البنات؟ نجموا حتى تعملوا رطل في 2 كيلو راهو. والله العظيم قداش من مرة راني نعمل. تبدأ عندي حتى 250 جرام زبدة نعملها على كيلو فارينة. أماني هيك نحب الزبدة تبدأ بزايد في العجينة، ما شاء الله تجي بنينة على الاخر. تجمو تعملوا كمية أكثر بتاع فارينة. به نبدأ توا بالطوية نسا. كما شفتوا خذيت العجينة حليتها، من بعد حطيت في وسطها الزبدة وسكرت عليها. وباش نعملوا البنات 3 طويات بركة. به باش تراوني بالضبط كيف ما قصيت حتى شيء. شوفوا كيفاش نحل العجينة، باش نحلها بالطول باش هكا من بعد نجم كان نطواها وكل. بالطبيعة نحلها شوية في الجناب. شوفوا هي الزبدة في السخانة هيك في الخريف ولا في الصيف تعاونكم على الاخر. اما ريتو اذا بردت الدنيا تتعبوا فيها شوية، يعني تبدأ هيك محبة شوية، نولي نبدأ نسخن فيها ونعجن فيها وكل باش هيك تجيني مريقلة. اما كي تبدأ الكوجينة هيك سخونة وكل تمشي معاكم مش نورمال. ليترو بنات هذه الطاوية الاولى. جبت الطرف متاع اليمين وطرف متاع اليسار وتطوات. تو باش نعاود نحلها بالطول كيف كيف هذه الطاوية. تو باش نعملو الطاوية الثانية. اوكا مانيش باش نقص، معناها كنت نجم نقص لكم في المونتاج وفيسع فيسع معناها نعملوها مع بعضنا. ماني حبيت هكاك احطوا الفيديو بحذاكم وخدموا للناس اللي هيك لا هي قارية باتسوري ولا هي قارية ولا هي عاملة فرماسيون في حتى شيء، تنجم تقدها وحدك في الدار وتفرح عائلتك وتفرح صغيراتك بيه. به حلينا توا الحلة الثانية باش نطوي المرة الثانية توا كيف كيف جنب اليمين وجنب اليسار ونتحصل على العجينة هيك مطوية وتقريبا على 3 طبقات يعني هكا. هو هذه الطاوية الثانية نعاود نحلوها كيف كيف بالطول. نحلها شوية هيك في الجنابة متاعها. ريتو ما شاء الله توا الزبدة البنات ما تشوفوهاش جملة. وهذه الطاوية الثالثة جنب اليمين على جنب اليسار. ما تركزوش على الجبة تهلكت تهلكت مشيت هكا. هو هذه العجينة المورقة كملنا. شوفوا البنات مش نفس ليزيتاب اللي نعملهم في العجينة المورقة للسالي، مش كيما للكرواسون اللي نعمله. متاع حاسيلو فما واحدة أكثر من الأخرى. هذه البنات الكيلو فارينة اللي عملناها. شوفوا ما شاء الله هكا الطويانة اللي فيها، لا فما الزبدة ظاهرة لا فما الحبيبات متاع الزبدة ظاهرة. شوفوا فما البنات شكون يخدمها بالزبدة الاخرى مش المرقالين، الزبدة يعني الاخرى الحيوانية. اما راهي تعب شوية في الحل، يعني لازم تحلها وتحطها في الفريجيدير ترتاح شوية بتعاود تحلها. فهمتوا الحاجة الباهية في المرقالين هذوما وزبدة التوريق معناها هي خاصة مش اي زبدة، معناها زبدة التوريق انه تحل عجينة على راحتك من غير ما تقعد تستنى فيها ترتاح. هكا الكيلو هكا البنات قسمته على 2، اشتر باش نعملو قلت ايامات اخرين واشتر الاخر باش نعملو اليوم اللي هو يعني الغدوة ان شاء الله يفطروه الصباح. اشترى هكا اللي حاطته من الفوق هذاك باش نخبيه وهذايا اللي باش نخدمو اني تو. حليت العجينة هاكم تراو كيف نية طيبة محلاها مستوية مزيانة لا زبدة ظاهرة فيها لحد باش نعمل اشطر هيك كرواسون واشطر نعملو بان شوكولا. هاكا تحلاها هيك مستطولة شوية من بعد تحلوهم هيك تشكلهم مثلثات. باش نعملها بالبابي سوليفان باش هيك ما تخمرش ما تتخمرش. باش نحطها هذيك باش نحطها في الكونجيلاتور نخباها وقت اللي عينتي نمدها ونستعملها معناها.
تصبر معاكم حتى جمعة. إذا تحبوا هكا تقعد تصبر معاكم برشا، حطوا لها الخل هو هكا يعني مصبر لها. كهو البنات كما شفتوا نطولها هكا شوية ونحلها بسكينة في الجنب ونطوها. حبيت نعملها مكعبات الولا من غير شوكولاتة خضراني، مش منحبش، اما هيك حتى ريتك حتى كي نشريو حاضر نخير هذه الكرواسون على حس طعمة الزبدة فيها باينة، نخيرها هي على البان شوكولا. فرق كبير. تعرفوا احنا لهني هيك ما عناش، والله مش ما عناش بحدينا هيك فما باتسوري تبيع الكرواسون كل. اما بصراحة الكعبة غالية، الكعبة ظهري ب2000 توا واصلة. وبحثنا كوشة هذيك نشريو منها كعبة مش غالية تقريبا، والله اني منعرفش نبعث معناها ناخو 6-7 كعبات تقريبا هيك يتكلفوا في 6000 وشوية، 6 كعبات هكاك. ما شاء الله نقولكم قديش طيحت لي البنات الكيلو، هذية الكيلو فارينة قديش طيح لي من الكعبة، طيح لي ما شاء الله ما شاء الله بالضبط تقريبا 53 كعبة كرواسون. كيلو فارينة، الكيلو هذايا اللي عملناه نحالي 53 كعبة كرواسون. اليوم باش نعمل معاكم اكثر لما حالة الكونتيتي اللي عملتها اليوم اكثر من المرة الجاية، خاطر المرة الجاية مش باش نحلها برشا بالقلقال تشوفها في الفيديو. وعملت اشكال اخرين. المهم ما شاء الله يعني انتم كان تحسبوا توا قديش عملت من كعبة ودوبل للمرة الجاية معناه. المهم قول هكاك يعني في فوق 50 كعبة ما شاء الله. انك كي تحسب انت الكعبة على دينار بركة، شوف هذوما 50 دينار، مش 50 دينار عاد ما حسبناش لا فارينة لا حتى شيء. بين كي تحسب الكرواسون حتى على دينار، قول 50 دينار. واحنا شرينا زبدة التوريق تقريبا تطلع كيك لا اله الا الله، تطلع 4000 ونص زبدة اللي استعملتها اليوم. كيلو فارينة، شوية عظم شوية مي حليب، يعني متكلفتلكش حتى 10,000 فرنك، ما تتكلفش حتى 10,000. تعمل ما شاء الله كمية كبيرة متاع كرواسون يعني بالحق. وحاجة راهي البنات فرق كبير، قلت لكم احنا هني في الكوشة ما تتاكلش كعبة الكرواسون والله العظيم عجينة بنكهة الزبدة، ماهيش كرواسون ما فيهاش التوريقة يا البنات جملة. اما متلزة ناخدهم ساعات الصغار هكا يشتهيو، نقول ناخذ لهم الكوشة على اني باش نمشي ناخو يعني كعبة ب2000 و2000 ونص الحقيقة، نوليو نسترخصوا شوية متاع الكوشة. اما ساعات يجيبوها لا علاقة، حاجة نعيمة ربي والله. هاكا حاجة في الدار بصراحة ريحة وفيحة، وحتى باش تقولوا لي المارغرين ما هي صحية، اما الكرواسون بنته وحده والله. وانك تعملوا في الدار بنة اخرى. كهو كملت البنات، حضرت وشكلتهم. لا اله الا الله، دهنتهم بشوية حليب وشوية عظم. والبنات باش نغطيهم نخليهم يخمروا على راحتهم، نخليهم البرة. توا الطقس ماهوش هكا سخون برشا، يعني عندي الكوجينة مش بارد اما باهية يعني، لا شوية وبرا تزرق فيها الشمس الصباح، ومن بعد تبدا يعني لا شمس لا حتى شيء، المهم تبدا عادية ماهيش هكا سخونة. فهمتوا البنات معناها لا يخمر لا تبدا فيه طعمة الخميرة الكرواسون. نخليه البرة، غطيته بالبابي كويسون باش ما يلصقش معناها على المنديلة، وغطيته ونخليه غدوة ان شاء الله نطيبه. لا محسن لا حتى شيء، اني قبل كنت نحط فيه البنات محسن باش هكا يخمر مليح والكعبة تكبر. لا ما نحطش فيه محسن، هو متاع اللي بيعوه الكثري يبدا بالمحسن. هو يعني عندي صاحبتي تخدم فيه وتبيع فيه تقولي شيرين راهو فرق كبير ما بين انك تعمله باش محسن وبالمحسن. اما الواحد ديما يبعد شوية على المحسنات ويجيلك وكل. نعمله بلاش، بالرغم راهو عندي محسن الخبز، ثم محسن خبز المهم تشريه تقريبا ب600 فرنك الباكو، يعملوه في الخبز وفي العجين وكل. هكا ولاني رجعت لكم الصباح، صليت على روحي قلت لكم محليها الصبحيه كي تقوم هكا فما حد معاك صغار راقدين. اليوم الكرواسون هذايا عملته نهار السبت. عملته يعني عملت العجينة نهار الجمعة بعد ما روحوا صغار من أول نهار في القراية.
ديجا مشاركة معاكم يعني تقريبا كل نهار ونهار وهذا نهار السبت. خليت منه النهار لحد ونهار الاثنين زاد عملت لهم ما شاء الله. المهم الكمية اللي عملتها هذيك متاع 4 مرات 5 مرات هيك. شوفوا ما شاء الله البنات كيفاش نفش هاكا على عينيكم، لا محسن لا حتى شيء ما شاء الله. عودت دهنته بك العظمة هذيك والحليب اللي حضرته من امس، وحطيت سخنت الفور على 160 درجة هيك. حليت عليه كان من اللوطة وحليت المروحة وكهو. هذوما جوني كبار مستطولين. المرة الجاية باش نعملهم أصغر شوية، حسيتهم ياسر كبار. الكعبة كبيرة أما هوكا اللي هز كعبة ما عادش يعاود ما شاء الله. الكعبة تقنع هي هكا وحطيتهم في الفور لهني صغار سي عادك الريحة ما نحكي لكمش فيقتهم والله العظيم. نفطروا 7 هكاك معناها ولا فما قرايه لا فما حتى شيء. مازلت حتى 7 ما جاتش مازلت. حسيت الراجل يخرج 7 فطر معانا وكلهم بعد خرج هكا. هو لهني البنات سخنت لهم الحليب، قالوا لي ما عملنا حليب بالشوكولاته. ساعه هكا يبدلوا ياغورت ساعه كل مره شنو يظهر لهم. المهم مشيت رجعت لك الشوكولين هكيا متاع سعيد. لما حالة اللي متعجبنيش برشا فما الاخرى كل شوكو هذيك ولا نعرف شنو اسمها اوبا حاجه كيما هيك متاع جيبوها في عزيزه الكثريه بنينه على الاخر، وحتى كولور الحليب يولي هيك تقوش عليه حتى في برشا شوكولاته. هذه قد ما تصب لونها فاتح، اما بل يكون يقبلوها مش كيما اللي شريتها لهم المره اللي فاتت كيك باك وخسرته. المهم باش نحضر راني قهيوتي فك الكاس العزيز الغالي. ما تتصورش قداش هيك فين ومحلاه ويعطيك هيك والله يا البنات بهجة وسرور مش عادي الصباح. والله اني راهو نحس نهاري من الصباح وكان فزيت عاملة جو وحضرت فطور هيك محلاه وتلهيت شوية هيك بوجي وبروتيني وكل، نحس نهاري محلاه. اما اذا هيك وخرت في النوم وحتى صلاتي مروتار ونعرفش نحس نهاري دراكي فيه يبدا ما لا فيه بركة لا فيه حتى شيء. هكا هو حضرت لقيوه هذا البلاتو الثاني ما شاء الله. حسيلو لقيته هكا ناقص شويه هيك حموريه، حبيت نزيد نحمره اكثر. تحسه مش احمر برشا اما مش مشكل. المره الجايه باش نزيد هكا نغمقه شوي. اما حتى هيك يزي نزرف في روحي خاطر نحب راجلي يفطر معانا قبل ما يمشي يخدم. هاكم تراو ما شاء الله البنات والله ريحته تهبل وكرواسون ابن صدقوني احنا لهني بالنسبه لي ابن من اللي يتباع بحذانا. ما نعرفش اكيد لو فما باتسوريات ما شاء الله خدمتهم معروفين بالكرواسون متاعهم وكل، اما بلي كنت قاعدين مع حاجه هيك عملتها بيديك وحاجه اقتصاديه. يعني كعبه تطلع لكش حتى ب 100 فرنك. الكعبه تتكلف لكش 200 فرنك حاجه كيما كيك. يعني فرق ما بين باش يشريها حاضر هكا. هو الكميه اشتراها وكفطرنا بيه. لا اله الا الله. بالطبيعه راهو البنات نهز باي حماتي راهو مش لازم كل يوم كل فيديو باش نقولكم راني عطيت لحماتي، خاطر نشوف تعليقات والله شيء بهت معناها ما تعطيش لحماتك. شفتوني طبعا ما نعطيش لحماتي معايا في الدار ولاني حالة الكاميرات معناها 24 ساعة ل 24 ساعة. ديما نقطع تعليقاتي بهتوني والله. اكيد باش نذوق حماتي. حاسيلو لاني ديجا صغار معناها هبطوا لها الصحن متاعها. المهم لا علينا. قلت لكم ما شاء الله كميه هذيك وعطيت بالطبيعه لحماتي، وكميه اخرى قدها خبيتها الفطور من غدوه. يعني حبيت نوريها لكم هكا من داخل. شوف كيف يعني ذوب ماهيش هكا كعبه تحسها ذوب في الفم. بدكم وما نشهيكم ان شاء الله تتشجعوا تعملوها. بالنسبه لزبده التوريق البنات عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات كان لقيتو هكا حانوت يبيع الحاجات نتاع العيد الميلاد داك القوالب داك الحاجات هكوما تلقاو عندهم الزبده وتلقاو عندهم الكنافه وتلقاو عندهم الشوكولاته وتلقاو عندهم الشي والسكر محور. تلقاو عندهم الحاجات نتاع كل منكهات وكل بات بيستاش وكل اسمهم النكهه وكل شيء تلقاو عندهم. احنا لاني عنا لا اله الا الله شنو ديجا صورتها اني نسيتها المجازان شنو اسم هذيك اللي ناخذ من عندها. صنافه ونص لهني عنا في سوق القديم. صنافه ونص هذيك اللي ناخذ من عندها زبده التوريق. وكما قلت لكم 2 كيلو ب15 دينار.
هكا على عينيكم كيفاش تفتفتوا نعملوا منها باتيه بالطبيعة. تحبوا تعملوا منها باتيه، تعملوا منها هيك حلو مالح كما شنو تحبوا. كملنا فطرنا وشربنا قهوينا بالطبيعة، خدينا وقتنا في الفطور. عملت دورة للدار بالطبيعة ودخلت لهني البنات باش نقرا. والله مصدومة صدقوني، مستغربة والله مستغربة باللي جابولي ولدي نقرا في الورقة. اعطاني ورقة متاع ارشادات، هي معناها باش يكتب اسمه وش يكتب حاجات على الصغير باش تحطهم له في الملف، ومنهم ورقة فيها الليستة يعني متاع الادوات ومتاع الكرارس وكل. وفما هيك جملة من الاخر والله العظيم لقريتها والله، الا ما كلمتني يا جارتي بنتها تقرا مع ولدي وكل شيء، قالت لي سيرين راهو فما جملة فما ملف باش يتعمل. قلت لها انا ملف؟ والله تصدمت والله، قلت من اول نهار ملف؟ قالت لي اقرا الورقة، عرفتك ما فقتش بها، قالت لي اقرا الورقة تترى. والله العظيم الحقيقة استغربت، ما زلنا أول نهار، ما زلنا يا ربي العمل عليك. الواحد ما زال قضية ما زال معناها ما زال في الأول. حسيلو قالت لهم اعملوا ملف واكتبوا انتوما معناها انتوما تبحثوا على الجمل وتزيدوا تطلعوا من الانترنت زيتها تصاور. والله يا البنات راني مستغربة والله، قلت كان أول نهار يعني من أول نهار ما زلنا حصة تعرف. جاب لي ملف لازمته يتخدم ملف اصطلاح عام من الجمعة الجاية شوش يخدم في الدار. المهم لاني حطيته قلت له انتي معناه اكتب لي انتي شنو هو المحور على ميثاق القسم، يعني شنو ما الحاجات اللي لازم كما نقولوا مثل احترم معلماتي لا اشوش في القسم الحاجات هكوما. قلت له انتي معناها اكتب لي الجمل على قد ما يقدر بالطبيعة. ولدي جملة صحيحة، جملة اشترها بالعربية الفصحى، اشترها المهم يكتب اللي باش يكتب، ومن بعد اني هاو كان صلح له هكا الكلمات الغالطين، ومن بعد الكلمات هكما نكتبوهم بالطبيعة في الملف متاعنا. حصيلو كملنا اليوم احنا الجمل، وكملت ركحت لهم الكتب متاعهم وغلفت لهم الكتب. تو غدوة ان شاء الله نهبط لكم كيفاش زينت الاسامي متاع اولادي. كملنا قضينا لهم الادوات متاعهم اللي ناقصين، كملت ركحت الغلافات متاع الكتب وكل شيء. المهم عملت اللي قدرنا عليه. لاني البنات حبيت نعمل الغلافات متاع الكتب، ما حبيتش نعملهم بسكوتش، خاطر تعرفوا سكوتش نهار على نهار اكيد يتنحى وما هو شكل حاجة معناها تحسها اللي تقعد. وليت خديت الغرافيوس قلت نشدلو بيهم باش هكاك نضمن انه الغلاف ما يتنحاش. ولا عملت سكوتش، عملت شيء يتنحى اني عندي سالم من نوعية الصغار اللي معناها ما يردش باله على حاجة الحقيقة. قلت تاني بالجرافيزو ان شاء الله هيك يخلي الغلاف هكا. شفته هو الغلاف منعرفش كيف يجي مثال باش يحطه في المحفظة يتنحاله، يبدا شطر مغلف شطر لا. المهم وليت عملته له بالطريقة هذه، حسيتها براتيك على الاخر. اني قبل هيك كنت كي نعمل كتبي قبل كنت نشدهم بالجرافيس هكا، وقعدنا نعمله فك التكيات على الاسامي لي هو والانس بالطبيعة. وبالنسبة لأنس مازلت ما عطاتهمش الليستة الحقيقة متاع الكرارس وكل شيء، أما أنس كرارسو مشريين وأدواته كل حاضرين تقريبا، حتى الرامات شريتهم وكل. كونش سالم هو اللي الكرارس متاعه طلعوا كرارس أخرين، يعني مش اللي شريتهم أني 48 كهو ثم أكتب أنس هاو كان أعمله فيهم نكتب له في أساميه وكهو. كملت ركحت لهم الكتب، نستنى في راجلي يكمل يقضينا الكرارس ويكمل ياخذ لي يطلع لي تصاور. اخترنا تصاور من الانترنت باش نطلعوهم معناها للملف ان شاء الله. تو غدوة نوريكم الملف كيفاش عملناه. عملته لهم نهار لحد الحقيقة. اليوم يعني ما كملناش، كملت قريت سالم ومن بعد مشيت لنس سالم خليته يخدم في سالم ديما يحب كان الرياضيات، ما يحبش العربية والانتاج، خليته هو هكا يخدم ومن بعد نجيب يصلح لي. وبعد مشيت لأنس قعد نقري فيه في الدرس الاول متاع القراءة متاعه هكا باش
نعودوا شوية على التهجئة وكل شيء. حسيلو ربي معايا وكهو، ربي يعينكم زيد حتى نتوما على صغيراتكم. ولهني هبطنا لرحماتي باش نتعشاو اللوطة وملمومين اللوطة. سيقت الوسط الدار ديما اني باي بالوسط الدار. حسيلو باش نتعشاو اللوطة كهو، قلت خليني نسيقها باش حتى كي نبداو نتعشاو. المحل نظيفة راهو من هالي سيقت اني ومسحت الدار وكل شيء. صدقوني كيف ما هي، ما تبدل فيها حتى شيء وما تزيد فيها حتى شيء. حاسيلو لاني طلعت باش نقول للصغار هيا تعشاو خاطر قاعدين في البيت. سالم قاعد يقري فيهم عاد زعما شددهم الكل حاصرهم في البيت، وهو طلعهم باش يشوفوا زاد البيرو متاعه فرحانين على الاخر بك البيرو اللي واخدينه. وكهو هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو. ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم. على خير وبسلامة، ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر على خير.